الداخلية الإسرائيلي أري درعي وقع لأول مرة مرسوما يسمح بزيارة الإسرائيليين للسعودية بشكل رسمي. وبحسب المرسوم سيكون مسموح للإسرائيليين السفر إلى السعودية للمشاركة في اجتماعات تجارية أو بحثا عن استثمارات على أن لا تتجاوز مدة الزيارة 9 أيام، إضافة لأغراض الحج والعمرة بالنسبة للمسلمين في إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار التقارب بين إسرائيل ودول الخليج. وزير الداخلية الإسرائيلي: القرار يتيح لليهود التواجد في مكة والمدينة رسمي فهمي نظمي. رسمي فهمي نظمي في الحرمين الشريفين. اليهود سينتشرون من اليوم. رسمي فهمي نظمي. القرار يتيح لرجال الأعمال الصهاينة بالذهاب إلى السعودية علنا بعد أن كانوا يذهبون سرا لعقد الصفقات والأعمال التجارية والتي هي جزء أصيل من بصقة القرن. بديهي أن القرار وافق عليه من السعودية قبل أن يعلن من جيش الاحتلال، لكن كله في الظلمة وفي الظلام أيضا، وضمن ترتيبات الخيانة العظمى للدين والعروبة والحق. السعودية قامت بطباعة نسخة معتمدة مترجمة إلى العبرية ممهورة بموافقة وختم مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم. هذه نسخة القرآن الكريم مترجم للغة العبرية، واللي قام على ترجمتها مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الشريف. جت هذه النسخة أنا فيها فوق 300 خطأ، وهذه مصيبة يعني أخطاء كارثية. هذه النسخة هذه يعني المطبوعة في المدينة المنورة وطبعها ترجمها الدكتور أسعد نمر بسول. تمت مراجعتها من قبل المجمع، واللي راجعها من قبل المجمع الدكتور تيسير حسن محمد العزام. يعني حتى أي واحد براجع شغله بده يبين شهادته فيها. القرآن الكريم تم تحريف ترجمته مع سبق الإصرار والترصد لتتماشى مع الترهات الصهيونية. تخيل، المسجد الأقصى تم استبداله في النسخة المحرفة بالهيكل المزعوم. الإسراء آية رقم 7 كتب هنا بدل ما وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، كتب وليدخلوا الهيكل وحط المسجد بين قوسين للتعريف. يعني أنه قدم الهيكل على المسجد، يعني الرواية كلها تبعته أنه الهيكل مش المسجد. وهذا بالفعل بتماشى مع الروايات الإسرائيلية لسرق القدس وتهويد القدس، وهذا كلية العمل. هذا الشغل كله متساوق كليا مع السياسة الإسرائيلية. هل تذكرون الذي قاله المغامسي من ادعاء يتماشى مع الرواية الصهيونية من أن الذبيح هو سيدنا إسحاق وليس سيدنا إسماعيل؟ تذكرون ذلك؟ إسماعيل ولد وفي مكة لا علاقة لنا به. إسماعيل هنا الآن مع أمه أي في مكة، لا علاقة له بأبيه، يعني لم يغدو ويروح ويعيش في كنف أبيه. هذا الغلام لم يذكر اسمه، لكن كيف نعرف أنه إسحاق؟ وهبنا له إسحاق. ليه نقل الموضوع من سيدنا إسماعيل لإسحاق؟ هل ده زيادة في التعريض وانطلاقا من حاجة صهيونية سعودية؟ حلوة الجملة دي، صهيونية سعودية. ليه نقلنا من إسماعيل لإسحاق؟ ما يحدث في أرض الحرمين يفوق كل خيال. المغامسي لم يكن يقدح من رأسه على رأي القحطاني، أكدنا على ذلك مرارا. كلام المغامسي كان تماشيا مع الترجمة العبرية المعتمدة من مجمع الملك فهد للقرآن الكريم. الذبيح صار إسحاق، فضلا على أن سيدنا محمد لم يذكر في جدول الأنبياء. جدول الأنبياء ذكر كل الأنبياء ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكروش. عندهم في التوراة بيقولوا إذا بيجيكوا واحد بيدعي النبوة أو بيحلم إنه نبي بقتلوه. في كمان بالنسبة لسيدنا إبراهيم كاتبين عنه إنه أب لإسحاق ويعقوب، واستثنى سيدنا إسماعيل. السبب هنا إسرائيليات. الإسرائيليات هنا بتقول إنه ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم خذ ابنك وحيدك اللي هو إسحاق وامضي فيه إلى بلد العبادة وقاربوا قربان. بيعدوا إنه إسحاق هو الذبيح مش إسماعيل. بالمنطلق هذا بكره إسماعيل. السؤال البديهي والحاسم حيث القول الفصل في هذا الفعل والذي لا يوجد وصفا يليق به حيث الخيانة والدياثة حتى في كتاب الله. السؤال: هل تقدم نسخة محرفة من القرآن تتماشى مع ما يريد اليهود، وتقدم غدا نسخة أخرى محرفة تتماشى مع ما يريده الفاتيكان حيث ستنزع حينها الآيات التي تؤكد على الطبيعة البشرية للسيد المسيح؟ بمعنى أدق،
هل تعيدون تأليف القرآن طبقا لأمزجة من تعتقدون أنهم يحافظون لكم على عروشكم؟ حدثنا القرآن كثيرا عن أهل الكتاب الذين يحرفونه. بسم الله الرحمن الرحيم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما